السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا رمضان داخل علينا بقى ولازم نعمل حلويات ونبدع في العزومات. تعالوا بقى اقول لكم البسبوسة الجميلة اللي قدامكم دي احلى من المحلات وباسرارها. خبرة 8 سنين جربت كل طرق العمل لحد ما وصلت للنتيجة اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. احلى من بتاعه المحلات، وريحتها زي بتاعه المحلات بالظبط باسرارها وتركاتها. محدش هيقول لكم على الكلام ده غيري، وان شاء الله هتاكلوا احلى بسبوسه مرمله وجميله ومش هتاخد وقت منكم خالص. يعني مش هتكمل كلها على بعضها كده تلت ساعه في عمايلها بتسويه الفرن كل حاجه. يعني كلها مش هتقفوا للبسبوسه 10 دقايق على بعض. وبقى ما اقولكمش بقى على الجمال والحلاوة. يعني انا في كل عزوماتي معتمداها، وكمان كل اللي حواليا اللي بيعوز يعملها بيجيلي وبيطلبها مني. اعياد ميلاد انا ما بشتريش اي حلويات من بره نهائي. آه اللي عايزه اقوله لكم بقى في اخطاء شائعه كمان كده في اعمال بسبوسه المحلات. بيكنج باودر بقى والكلام ده، كل ده هنشوفه مع بعض خطوه بخطوه من غير الكلام ده كله نهائي. تعالوا بقى نشوف ترميلة البسبوسة وهي لسه طالعة من الفرن، يعني لسه هتمسك نفسها كمان وهتبقى أجمل وأحلى. شايفين القطعة متماسكة اهي وهي لسه طالعة من الفرن ومش ناشفة ومرملة ومزبدة حاجة كده اللهم بارك. هعملها لكم بكل سهولة. وبتتشال بالمعلقة اهي قدامكم، والله طالعة من الفرن يا دوبك شربت العسل بتاعها، ما كملتش نص ساعة ولسه بقى هتمسك وتتماسك كمان شوية. ويعني هتاكلوا حاجة فاخر من الآخر. عايزينها تعملوها سادة تعملوها بالمكسرات، مفيش أي مشكلة خالص. ماشي. يلا نبتدي بقى مع بعض نشوف مكونات. أول حاجة هنعمل الشربات دول 3 كوبايات سكر للكيلو السميد. 3 كوبايات سكر عليهم 3 كوبايات مية يغلوا على النار 10 دقايق، ونعصر عليهم الليمون. وفي مكون هو اللي هنحطه مع بعض لما نيجي ندفع على الشربات، هو اللي هيخلي ريحتها زي ريحة المحلات بالظبط. ماشي. احنا هنا 3 كوبايات سكر مع 3 كوبايات مية. ماشي. وظرفين فانيليا عايزة تستغني عنهم، المكون اللي احنا هنحطه ده اللي هيخلي ريحتها زي بتاعة المصانع بالظبط، مش هتعرفي تفرقيها. هو ده الاساس. يعني عايزة تستغني عن البيكنج عن قصدي عن الفانيليا تمام، مش عايزة خلاص مفيش اي مشاكل. ده بقى الشربات التقيل. البسبوسة بتاخد في العجن بتاعها شربات تقيل، ممكن تستغني عنه بمعلقتين عسل بطاطس او معلقتين عسل نحل لو مش متواجدين بقى. بس احنا عايزين نعمل بمكونات من البيت. نص كوباية سكر على ربع كوباية مية ونرفعهم على النار. كده احنا رفعنا العسل على النار. تعالوا بقى نشوف معانا المكونات الجافة. ده سميد بسبوسة، كيلو سميد بسبوسة سايب من عند العطار معلهوش اي اضافات. ماشي. دي اختياري بقى. هنحط 4 معالق او 3 معالق بتاع اسمه جوز الهند. عايزة تستغني عنها مفيش مشكلة، البسبوسة اصلا ما بتحطلهاش بس انا بحبها وبحب ريحتها. حطيت شوية فانيليا برضو اختياري. ماشي. كده زي ما انت شايفة. تعالي بقى هنشوف العسل مع بعض عمل ازاي. ده العسل اللي هو التقيل اللي بديل العسل الجلوكوز او العسل النحل. عصر عليه ليمونة بقى كده تمام. هعصر عليه ليمونة. وده العسل التاني اللي هو بتاع البسبوسة. شربات البسبوسة يا جماعة بيبقى زي المية بسكر كده. دي بقى المكون بقى اللي بيخلي ريحة العسل في حتة تانية زي المحلات بالظبط. ماء الورد. حط معلقتين على العسل ده ومعلقة على العسل ده او زي ما انت عايزة. وكده خلاص العسل بتاعنا جاهز، العسل التقيل والعسل الخفيف. تعالي بقى نرجع للسميد بتاعنا نشوف احنا هنعمل فيه ايه. اللي عايزة اقوله لكم يا جماعة ان شربات البسبوسة بيكون خفيف. ده اول حاجة. بارد وخفيف. تاني حاجة عايزين البسبوسة يا جماعة ما بيتحط لهاش بيكنج باودر. هي مش كيكة، والله ما كيكة يا جماعة. هي
البسبوسة ما بيتحطلهاش الكلام ده خالص، بيكنج مش عجينة هي. ماشي. تالت حاجة، البسبوسة ما بتتعجنش. ماشي، البسبوسة ما بتتعجنش. ماشي. في حاجة كمان، ما بيتحطلهاش طحينة في قعر الصينية، بتتهني بحتة زبدة او حتة سمنة. قعر الصينية كويس جدا بس. ماشي. مفيش الكلام ده يا جماعة، بالله عليكم بلاش بيكنج باودر للبسبوسة، بلاش شربات سخن او شربات تقيل، هي مش كنافة. شرباتها بيبقى زي المية بسكر بالظبط، بتبقي بتشيليه بينقط. تعالوا بقى، دي سمنة سايحة، عايزاها فلاحي سمنة عادية براحتك، دي خليط بين السمنة النباتي والسمنة الفلاحي. ماشي، دي كوباية على الكيلو، وده المقادير الوسط، ممكن كوباية وربع، بس انا دي المقادير الوسط. تبقى البسبوسة حلوة كده وقدامها جميل. بالظبط. نفضل بقى نقلب لحد ما نخلي ما فيهاش اي سميد، ما تقلبش معانا، كلها تبقى زي الرمل زي ما انتوا شايفينها كده. انا لقيت حتتين تحت كده مش عارفه اجيبهم بالمعلقه، فاضطريت ان انا احط ايدي، مفيش اي مشكله. ماشي. تعالوا بقى، ده العسل اللي احنا عملناه مع بعض في اول الفيديو. ماشي، هنحط عليه كوباية ونص سكر، هو المفروض كوبايتين، بس انا بحبها يعني مش مسكرة جامد، الكوبايتين ما بحسها مسكرة، فانا حطيت كوباية ونص سكر على الكيلو السميط. عايزة تعملي انت نص الكمية ما فيهاش اي مشكلة. دي نص كوباية لبن، عايزة تستبدليها بمية ما فيش اي مشكلة، الموجود عندك. ماشي. هي في المصانع بيعملوها بمية، بس انا في البيت بقى عندي في البيت يعني، بعمل حاجة لولادي، فلازم يعني اظبطها. تمام. هتفضلي تقلبي، انا كده كان العسل سخن اللي تحت، فانا حسيت ان هو يعني ايه، عايز يتدوب كمان، مش هيدوب اللبن، فرفعته على النار شوية اهو. هفضل اقلب فيه لحد السكر ما يختفي تماما. ماشي. بس طبعا الخطوة دي يا جماعة ما بتبقاش الحاجة بتغلي، لا، بتبقى تحطها في ايدك كده تستحمليها. ماشي، تبقى فترة كده زي دمعة العين كده، اللي هو انت مستحملها على ايدك خالص عادي. انا دلوقتي هعمل وهقلبها هتلاقيني عادي، بس مستحملها عادي. هحطهم على احط الخليط ده على، يعني على مرتين. البسبوسة ما بتتعجنش يا جماعة، بتقليب بسرعة على قد ما تقدري. ماشي، البسبوسة ما بتتقلبش. ماشي. هحط باقي الكمية عشان انا لقيت نفسي هقلب فيها كتير، لاني مش عارفة اجيب القعر بتاعها، بحطه في حاجة واسعة شوية. ماشي، هحط باقي المكونات اهو على بعضها كده. ماشي، النص كوباية لبن مش مليانة يا جماعة، عشان ما تبقاش لينة معاكم، يعني تبقى حلوة كده قوامها. نص الكوباية مش نص كوباية ابن ناس يعني، لا، نص كوباية، اقل من نص شوية كده. ماشي. كده خلصنا البسبوسة بتاعتنا، كده خلصت، قوامها زي ما انتوا شايفين كده، مش معجونة، يا دوبك تمسكيها تلمها في ايدك تتلم، تفركيها كده، تتكي عليها تتفرك كده تتساب. انا بقى هنا جبت الصواني، هجيب الصواني واجيب حتة سمنة فلاحي او سمنة عادية المتواجد عندك، ومش هسيحها، انا ما بحبش اسيحها حتى الكيكة، باخدها جامدة زي ما هي كده، وادهن بقى الصينية، بتبقى يعني ايه، ما بتخليهاش تلزق، اكنك عاملة طبقة غلاف لها، ما بتخليهاش تلزق خالص. هتشوفوها دلوقتي معانا. بس لو الصينية من اللي هي ألمونيتها مش نظيفة بتردي، بلاش الحركة دي، سيحي السمنة وكتري شوية. ماشي. كده اهو قلبتها. اللي عايزة اقوله لكم بقى، ان انت بتسوي الوش بايه، وش البسبوسة بقى بتسويه بايه. عندك لبن، تبلي ايديكي كده وتساوي مية، ما فيش اي مشكلة، وكمان اللبن بيخلي لونها جميل من فوق. ماشي. عرفت تسويها بايدك من غير ما تستخدمي اي حاجة، بس انا بحب ابل ايدي كده، بتطريها كده وبتخليها ما فيهاش اي تشققات ولا اي حاجة. انا الكمية دي عملت الكيلو ده عمل صينيتين البسبوسة الصغيرة والوسط، الكبيرة لا.
ماشي. دول كيلو البسبوسة عمل لي صينيتين، واحدة الصغيرة خالص بتاعة البيتزا والوسط، تقريبا يعني 28 وال22 تقريبا يعني. مش يعني مش متأكدة بالظبط، لأن أنا المقاس عندي ممسوح من الصينية، فأنا مش فاكرة. بس هي صواني البيتزا بيبقوا 3، دي الصينية اللي تحت. والبسبوسة ما تحبش صينية عالية من الحراف يا جماعة، عايزة صوانية حرفها واطي. اللي عايزة بقى اقوله لكم كمان، ان انتي بقى عايزة عندك مكسرات حطي، عندك اي حاجة حطي. بس انا عندي ابني ربنا يشفيه رب عنده انيميا الفول، ما بياكلش حاجات المكسرات اللي ذات فرقتين دي، فانا بعملها سادة. عايزة ترصيها بقى جوزات كده على الصينية تمام، عايزة تكسري سوداني او اي مكسرات عندك وتحطها على الوش كده تملي بها الوش تمام. اللي انت محتاجاه كله تعمليه. البسبوسة بقى في تسويتها يا جماعة، بتخش الفرن على الرف اللي تحت، مسخنة الفرن وتخش على الرف اللي تحت ساعة ما تاخد الحراف دي، لان البسبوسة متعوزش تغيف في الفرن. ساعة ما حرفها تاخد اللون ده بنرفعها للشواية على طول كده، علامة ان القعر خد اللون كويس. ساعة البسبوسة ما تاخد اللون ده من تحت اعرفي ان هي تمام، ترفعيها على الشواية. كده بقى خلصنا البسبوسة بتاعتنا، خدت اللون ده من على الشواية من فوق. آه زي ما انتوا شايفين كده. وبنسقي بقى بالعسل. البسبوسة العسل بيكون بدرجة حرارة الغرفة، والبسبوسة سخنة جدا. ساعات بتعمل تش كده وانت بتحط العسل في الأول. البسبوسة بتفضلي تديها عسل لحد ما تقف، والعسل يقف على وشها من فوق وهي بترجع تشربه، ولو مش محتاجاه بتنطره فوق وانت تصفيه. فانت ما تقلقيش من كمية العسل خالص، يعني تلاقي البسبوسة كده واقف عليها عسل من فوق، لا سيبيها، هي هتشرب واحدة واحدة لحد يعني تسيب العسل يقف على سطحها من فوق كده، تشرب اللي تشربه نص ساعة ساعة وبعدين تروحي لها. لقيتي لسه على وشها من فوق حطيتي عسل زيادة، بتني مفضياه في اي حاجة وتستخدميه تاني عادي. شربته وطلع مظبوط خلاص كده، يبقى هي مش محتاجة اي حاجة. ماشي. اللي عايزة اقوله لكم بقى ان هي كده ما شاء الله عليها اللهم بارك، هتشرب هتشوفوها دلوقتي شربت كل اللي على وشها. ماشي. اهو شايفين حواليها اهو، بحاول الفه على الاحراف كلها. شايفين كده شربت اهي، ولسه فيهم الصغيره دي ما شربتش قوي، بس شويه كده، لان انا ما لحقتش عشان كنت مستعجله عشان التصوير. زي ما انتوا شايفين اهو طلعتها، يعني شايفين انا مطلعاها بالمعلقه كمان، مش بالبتاع بتاع البسبوسه ولا اي حاجه. بسبوسه مفروله ما شاء الله اللهم بارك، حاجه جميله هتدعولي عليها ان شاء الله. وهي طالعه متماسكه خالص، وهي طبيعي اول حته يعني في الصينيه بتتهرى كده، الا اذا بقى حطوها في التلاجة وقعدت فتره وبعدين طلعتوها كانت ايه مسكت نفسها شويه. بس هي والله ماسكه وجميله، واللهم بارك يا رب. والف هنا وشفا عن قلوبكم، واعملوها في رمضان واكتبوا لي في الكومنتات الناس اللي جربتها تجربتها معانا.